الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وتر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي سنة وتري 3 4 تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله وبركاته الصلاة طيبات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا وعلى سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها
إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات والصلوات عباد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا ورحمه وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر ملحق. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. وأنت عالم بها وخبير. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير، بجاه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له، ونعوذ بك من السآمة والملالة. نسألك إخلاص المؤمنين وإخبات المخبتين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون أرحم الراحمين ارحمنا يا
يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاهك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاهك سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي يا قيوم بجاهك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاهك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عارض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكن منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يستجاب له ونعوذ بك من السآمة والملالة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan menyempurnakan kekurangannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada baiknya sebelum kita memulai kajian ini kita memohon meminta dengan wasilah Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kembali udara kita. Ya Allah, turunkan hujan dan membuat udara ini menjadi lebih sehat. Bi barakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan beberapa pertemuan ke depan tentang kemu'jizatan atau tanda-tanda kenabian pada perang-perang yang dialami dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awal, jadi malam hari ini tentang perang Badar, tapi kami tidak cerita tentang bagaimana detailnya perang Badar, karena cerita tentang detailnya perang Badar itu di Sirah Nabawiyah, sedangkan kitab kita fokus pada titik-titik yang menjadi kekhususan ya dan tanda kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan apa yang terjadi pada perang Badar. Dzikrul mu'jizatil waqi'ati fi ghazawat. Ma waqa'a fi ghazwati Badrin min al-ayati wal mu'jizat. Tanda-tanda dan kemu'jizatan yang terjadi pada perang Badar. Diawali dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ bi Badr. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Dalam ayat yang lain, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Di saat kalian meminta pertolongan kepada Allah. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Sebelum kami uraikan hadis-hadis yang ada pada kitab ini, mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya peperangan yang dialami Nabi atau terjadi
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam, Pak. Perang yang Nabi ikut sendiri, artinya Nabi menjadi pemimpin pada perang itu disebutnya dengan ghazwah. Tapi kalau Nabi tidak ikut, hanya mengutus pasukan, namanya sariyah. Nah, ghazwah sendiri berapa jumlah perang yang Nabi ikut terjun di dalamnya? Ahli sejarah berbeda pendapat, namun diantaranya menyebutkan Nabi itu ikut perang sekitar 27 perang sepanjang sejarah hidupnya. Bayangkan itu, Pak, 27 perang. Sedangkan sariyah artinya peperangan yang Nabi tidak ikut, hanya mengutus, itu kurang lebih 70 selama 20 atau tepatnya 13 tahun. Karena 13 tahun pertama di Mekah tidak ada peperangan, 10 tahun terakhir di Madinah ada peperangan. Berarti di dalam 100 perang. Demi kita itu, Pak, bukan demi siapa-siapa. Beliau mah nggak dapat apa-apa. Kalau dikatakan Nabi ingin mendapatkan kerajaan, enggak. Beliau dikubur di kamarnya, nggak ada istana yang beliau bangun. Kalau beliau dituduh untuk perempuan, enggak. Tidak ada wanita dari luar Mekah yang beliau nikahi, luar Madinah. Kalau beliau demi kekuasaan, nggak ada yang dibawa. Bahkan beliau pulang masih meninggalkan hutang yang harus dibayar, gadaian baju perangnya di tangan orang Yahudi. Ini semua li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkahnya dari 100 perang yang dialami Nabi, ya ini nikmatnya kita hari ini menjadi seorang muslim. Kita nikmat sholat, kita nikmat ibadah. Saya tidak terbayang itu, Pak, dalam rentang waktu 10 tahun 100 kali, hampir tiap bulan. Dan dulu perangnya enggak seperti hari ini yang mungkin pakai pesawat, pakai tank. Dulu perang nian, ngadepin nian, siang-siang harus bertaruh nyawa, menggunakan pedang, diincar musuh dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita ucapkan untuk jasa Nabi dan para sahabat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jazahumullahu anna khairal jaza. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan para sahabat yang menaruhkan nyawa mereka demi kita, ya, demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya awali dengan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan Ani bin Mas'udin qal intalaqa Sa'd bin Mu'adz mu'tamiran fanazala ala Umayyah bin Khalaf wa kana Umayyah idza intalaqa ila Syam famarra bil Madinati nazala ala Sa'd faqala li Sa'd intadhir hatta idza intasafa an-nahar wa ghafala an-nasu intalaqta fatufta. Jadi ada seorang pembesar Madinah bernama Sa'ad bin Mu'adz. Itu berangkat ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah. Ini di awal-awal keislaman dia, berangkat dari Madinah pengen umrah. Sesampainya di Mekah, beliau mampir ke rumah pembesarnya orang musyrik, dedengkotnya, bernama Umayyah bin Khalaf. Kenapa mampir? Rupanya di bangsa Arab dulu itu biasa begini, Pak. Bayangkan ada seorang muslim datang ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah, itu taruhannya nyawa saat itu. Karena umat Islamnya, penduduk, ya, kaum muslimin ada di Madinah, dia berangkat
ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah. Mampirlah dia ke rumah Umayyah bin Khalaf. Kenapa mampir ke Umayyah bin Khalaf? Karena rupanya Umayyah bin Khalaf ini seorang pedagang, ya, meski dia musuh Nabi Muhammad, dan dia pedagang. Kalau mau dagang ke Damaskus, ke Syam, itu mampir Madinah. Jadi dari Mekah si Umayyah ini kalau mau berangkat ke Syam, yaitu daerah Damaskus, hari ini daerah Syria, itu mampir ke Madinah dan mampirnya ke rumah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi teman dekatnya, Pak. Nah, kenapa mampir ke ke Umayyah bin Khalaf, Sa'ad bin Mu'adz ini? Ya, sebagaimana Umayyah suka mampir ke rumahnya, dia juga mampir ke rumah Umayyah untuk mendapatkan jaminan keselamatan kalau berada di kota Mekah. Kalau di hari ini disebut dengan penjamin. Saya pernah mengalami itu, Pak. Jadi kalau ada orang luar negeri datang ke Indonesia, itu butuh penjamin namanya, yang mengamankan, mengurusi segala visa dan kebutuhan dia di Indonesia. Kalau nggak ada penjamin nggak boleh masuk. Ya. Kalau di Indonesia ini kalau tidak salah, penjamin itu harus punya uang 35 juta di rekening, dan itu harus dilaporkan. Baru diizinkan masuk tamu dari luar negeri ke Indonesia. Dan itu setiap negara punya aturannya. Mekah saat itu demikian, tidak boleh masuk Mekah kalau nggak punya penjamin. Dan kebetulannya penjaminnya adalah dedengkotnya orang musyrik bernama Umayyah bin Khalaf. Setelah sampai di Mekah, saat yang mau umrah ini kata Umayyah gini, meski kamu ini sahabat saya dan kamu dalam jaminan saya, tapi jangan sekonyong-konyong juga masuk. Saya nggak enak sama musyrik yang lain. Kamu kan muslim, ya. Gini saja, kalau sudah siang, itu kan orang sudah lalai itu, baik yang sibuk ke pasar. Kamu baru masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tapi siang-siang, ketika orang sedang lalai, tidak fokus dengan siapa yang tawaf, siapa yang datang, baik diikuti saran itu. Fabainama Sa'ad yatufu idh atahu Abu Jahlin. Tapi begitu beliau tawaf, Sa'ad bin Mu'adz siang bolong, ketahuan sama Abu Jahal. Faqala man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Abu Jahal berkata, ini siapa orang yang berani tawaf siang-siang di Ka'bah ini? Kata Abu Jahal. Faqala Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad menjawab dengan gagah, dan Sa'ad ini, Pak, pembesarnya orang Madinah yang menyambut Nabi saat tiba di Madinah. Kata Sa'ad, saya Sa'ad. Faqala Abu Jahal, atatufu bil Ka'bati aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabah. Enak sekali kamu tawaf di sini dengan aman sentosa, sedangkan kamu yang sudah memberikan pertolongan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan mereka musuh-musuh kami. Ya, bahasa gampangnya, enak nian kau nih tawaf di Ka'bah aku, kau itulah orang yang nolongi Muhammad, musuh kami. Kesel Abu Jahal dengan Sa'ad. Fatalahaya. Akhirnya kedua orang itu ribut omongan dengan nada yang keras. Nah, Umayyah yang menyaksikan kejadian itu, yang secara satu sisi dia orang musyrik, musuh Nabi Muhammad, tapi satu sisi komitmen dia sebagai penjamin juga ada. Akhirnya dia berkata kepada Sa'ad, faqala Umayyah li Sa'ad, la tarfa' sautak ala Abil Hakam fa innahu sayyidu ahli hadzal wadi. Hai Sa'ad, ya, jangan ngangkat-ngangkat suaranya, jangan bentak-bentak. Ini Abul Hakam. Jadi orang musyrik itu kalau menamakan Abu Jahal Abul Hakam. Hakam itu orang yang cerdas dan bijaksana. Tapi kita nyebutnya Abu Jahal, diganti sebaliknya, bapaknya kebodohan. Abu bapak, Jahal bodoh, jahil. Kenapa dia disebut Abul Hakam di kalangan orang Arab? Karena dulu setiap kali ada masalah, dia itulah yang pasti nunjuk pendapat dan solusi.
Tapi ketika dia menjadi Islam datang, justru kecerdasannya untuk memusuhi Islam, sehingga dijuluki dengan Abu Jahal. Nah, ketika mereka sedang ribut antara Sa'ad dan Abu Jahal, Umayyah ini negur Sa'ad, Sa'ad jangan angkat-angkat suara, dia ini orang paling disegani di sini ini. Masalah nanti kita. Udah enggak usah ngangkat-ngangkat suara. Sa'ad tak galak. Kata Sa'ad, faqala lahu Sa'ad, wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta'anna 'alayka madjaraka bisyam. Demi Allah, andaikan kamu menghalangi saya untuk melanjutkan tawaf saya akan pastikan daganganmu semua akan saya cegat nanti kalau kamu mau ke Syam. Udah diam aja kamu. Kurang lebih begitulah Pak. Ya, mau nggak mau itu Pak. Umayyah itu kalau dagang pasti lewat Madinah dan mampirnya ke rumah Sa'ad. Dan Madinah itu wilayah kekuasaannya Sa'ad. Bingung ini Pak Umayyah, mak mano ini. Satu sisi dia wong kawan, satu sisi musuh. Akhirnya Umayyah itu sambil megangin tangannya, udahlah diam aja jangan. Ngomong kepada si Sa'ad, la tarfa' sautaka wa yusakkitu wa yuskituhu. Faghadiba Sa'ad, tambah marah Sa'adnya Pak. Tambah marah. Faghadiba Sa'ad faqal da'na 'anka fa inni sami'tu Muhammadan yaz'um annahu qatiluh. Qal iyai? Qala na'am. Qal wallahi ma yakdhibu Muhammadun idha haddatha. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي فوالله ما يكذب محمد. Jadi begini Pak, ketika Umayyah bin Khalaf meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz suruh diam, udah nggak usah dilawan Abul Hakam, kalah tulah, ini uang paling disegani di Mekah ini kan wilayah dia, udahlah. Tambah marah itu Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Dengar ya Umayyah, saya ini pernah mendengar Nabi Muhammad berkata bahwasanya kamu akan mati di tangan Muhammad. Dalam bahasa di tangan Nabi Muhammad itu maksudnya nanti akan terjadi perang dan kamu akan meninggal dengan Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung atau dengan pasukan. Dan terbukti Pak, yang membunuh Abu Jahal itu menurut salah satu ahli sejarah, ahli sirah, adalah sahabat Bilal bin Rabah yang membunuh Umayyah bin Khalaf, yang membunuh Umayyah nanti di perang Badar. Apa kata Sa'ad kepada Umayyah? Da'ni, biarkan saya cerita. Aku pernah dengar Nabi Muhammad kalau ia akan berperang dengan kamu dan kamu akan mati di tangannya. Kata Umayyah, iya betul kan itu saya yang dimaksud? Qala na'am. Kata Sa'ad, betul. Apa kata Umayyah? Demi Allah, aku kenal betul Muhammad. Muhammad itu kalau ngomong gak pernah bohong. Artinya apa itu Pak? Wih, seniana nih, mati aku berarti. Akhirnya takut Pak Umayyah, balik ke rumah, lapor ke istrinya, wahai istriku, tahukah kamu bahwasanya teman saya ini si Sa'ad bin Mu'adz, orang Yathrib, orang Madinah, baru saja memberitahukan kalau Muhammad itu nanti yang akan mengambil nyawa saya, itu akan bunuh saya. Wallahi demi Allah, Muhammad itu kalau ngomong gak pernah salah. Ini kontradiktif yang ada di orang musyrik. Mereka tuh percaya betul dengan Nabi Muhammad Pak, tapi tidak galang imani. Terjadilah perang Badar. Falamma kharaju li Badrin wa jaa as-sarikh, ketika di Mekah, ya ini beberapa waktu setelahnya ada pengumuman perang, disuruh keluar itu orang-orang Mekah ya oleh Abu Jahal, siap-siap memerangi Nabi Muhammad pada perang Badar.
Umayyah ini nak berangkat, istrinya mengingat ke, qalat lahu imra'atu ama alimta ma qala laka akhuka al-Yathribi. Hei Umayyah, semangatnya nak berangkat itu. Kamu ingat enggak teman kamu pernah cerita kalau kamu tuh bakal mati di tangan Muhammad. Kalau kamu mati di sini, udah balik baik. Enggak usah melok. Kata Umayyah, fa inni idzan la aku, ya, kalau gitu aku enggak jadi metu. Jadi Umayyah ini enggak melok keluar, Pak. Ketahuan sama Abu Jahal. Mana Umayyah, enggak kelihatan ini. Didatangi. Innaka asyrafu ahli hadzal wadi. Fasir ma'ana yawman aw yawmain. Fasara ma'ahu fahu ma'ahum faqatal atau faqutil. Disindir sama Abu Jahal. Kamu ini pemimpin kok malah enggak metu, mak manu. Ikut perang sama kami. Minimal sehari 2 hari. Setelah itu terserahlah. Sudah kata Umayyah melok. Mati dia, Pak. Sesuai dengan apa yang ingin saya ceritakan di sini, ini mukjizat kenabian. Nabi sudah mengatakan kamu pasti mati. Dan meninggalnya di tangan sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Ini seorang musyrik bernama Umayyah bin, dan kita tahu dalam perang Badar ini, Pak, yang mati dari kaum musyrikin 70 orang. Dan yang menjadi tawanan, ditangkap dan ditawan 70 orang juga. Padahal jumlah yang perang dari musuh itu 1000 orang. Dari umat Islam hanya 314 atau 317 orang saja. 3 kali lipat itu. Ya. Baik, seterusnya. Ini lebih dahsyat lagi, Pak, lebih jelas lagi. Wa an Anas anna an-nabiyya qala lailata badrin. Ini sebelum perang ini, Pak. Malam-malam besoknya nak perang Badar. Badar itu kan salah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Jaraknya dari Madinah 200 kilo. Berarti Nabi itu berangkat 200-an kilo. Sedangkan dari Mekah ya kurang lebih sama. Dia ada di tengah-tengah. Nabi Muhammad SAW malam-malam memberitahu kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Hadza masra'u fulanin insyaallah gadan. Wahai sahabat-sahabatku, tahulah di titik ini nanti orang musyrik si fulan, disebutkan namanya, Umayyah bin Khalaf, matinya nanti di sini. Abu Jahal nanti matinya di sini. Utbah bin Rabi'ah nanti matinya di sini. Jadi Nabi itu nunjukkan tempat bakal di mana matinya. Padahal di tempat terbuka itu, Pak, di tempat perang, tapi Nabi bisa menunjukkan nanti matinya yang ini satu di sini, yang ini matinya nanti di sini. Disebutkan, hadza masra'u fulanin insyaallah gadan. Ini besok di sinilah matinya Abu Jahal. Besok di sinilah matinya Umayyah bin Khalaf. Besok di sinilah matinya Abdus Syams. Besok di sinilah matinya Utbah ibn Rabi'ah. Disebutkan satu-satu oleh Nabi. Setelah menyebutkan satu, dipegang tanahnya, disebut dipegang tanahnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, fa walladzi ba'atsahu, sahabat Anas berkata yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, ma akhta'u tilkal hudud ja'alu yasra'una 'alaiha thumma alqaw fil qalibi wa ja'a an-nabiyyu faqala. Intinya kata Anas, seperti yang dikatakan Nabi, keesokan harinya dikomentari, demi Allah tidak ada sedikit pun yang meleset. Ini juga tanda kenabian. Nabi pacak menunjukkan di mana titik matinya orang-orang musyrik itu. 70 orang, Pak, sudah ditentukan mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal, Pak, atau mati orang-orang musyrik itu, jadi Nabi berkata kepada jenazah-jenazah mereka, kata Nabi, ya fulan, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, itu sudah dalam posisi mati.
disebutkan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian sekarang sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kalau saya sudah mendapatkan janji Allah. Ya, kita tahu permusuhan atau kejahatan yang luar biasa, 13 tahun mengintimidasi Nabi, bunuh orang-orang sekitar Nabi, sampai sebagian sahabat Nabi ditusuk kemaluannya, dipenggal kepalanya, diusir ke Habasyah, dilempari batu, dibakar jalan-jalan. Luar biasa, 13 tahun Nabi sama sekali nggak ngelawan. Dan tidak melawannya Nabi bukan karena takut, karena belum turun ayat perang. Jadi selama di Madinah itu belum pernah ada ayat mengizinkan Nabi perang. Sampai Nabi pindah ke Madinah baru turun ayat izin perang. Diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk melawan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Nah, perang pertamanya adalah perang Badar ini. Walaupun ada satu perang namanya perang Widan, tetapi tidak terjadi, tidak jadi kontak. Yang betul-betul terjadi namanya perang Badar. Dan selalu ngejek kan, orang-orang musyrik itu selalu ngejek, sehingga Nabi begitu melihat orang-orang musyrik yang dulu ngejek Nabi, yang dulu menghina Nabi, mentertawakan Nabi, Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian? Lata, Uzza, Mana, patung-patung mereka. Kalau saya, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan sesuai dengan janji Allah, akan diberikan kemenangan, akan diberikan bantuan. Alhamdulillah. Qalu, sahabat yang lihat Nabi ngomong sama jenazah bertanya, ya Rasulullah, tukallimu ajsadan la arwaha laha, la arwaha fiha. Nabi, engkau ngomong sama jasad yang sudah enggak ada rohnya lagi. Memang mereka dengar. Apa kata Nabi? Faqala ma antum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Walakinnahum la yastati'una ay yaruddu alayya. Mereka itu dengar, hanya mereka tidak bisa menjawab apa yang kutanyakan pada mereka. Dari sini dalil, Pak, ahli kubur itu merasakan kedatangan orang yang berziarah. Jadi kalau Bapak datang ke kuburan mengucapkan salam, tahu dia, Pak. Kita ziarah ke makam wong tua kita, tahu wong tua kita. Cuma mereka tidak baca. Sayyidina Ali itu pernah datang ke kuburan dan berinteraksi ngobrol. Tapi jangan praktek, sini kakek ada suara lain, kabur galau. Dan lain sebagainya. Riwayat yang lain, Pak. Lamma kana yawm Badr nazara Rasulullah ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 317 rajulan fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadahu faja'ala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbila al-qiblata hatta saqata rida'uhu an mankibaihi فأتاه أبو بكر فأخذ منكبه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك munashadatuka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka fa anzalallah. Jadi gini, Pak. Ini kisah lain lagi pada perang Badar. Jadi keesokan harinya ketika mau siap-siap perang, di malam harinya sebelum besoknya perang, Nabi ngelihat, oh ya Allah, alangkah banyaknya pasukan musuh itu 1000-an orang. Kemudian beliau melihat jumlahnya sahabat cuma 300-an orang, berarti kan 1 lawan 3 ini, Pak. Sedih Nabi, ada ya manusiawinya beliau datang khawatir. Jadi apa yang dilakukan Nabi, Pak? Nabi langsung menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, beliau angkat tangan begini. Ya Rabb, ya Rabb, nangis beliau. Dan itu berjam-jam, Pak. Enggak berhenti-berhenti, ya Rabb, ya Rabb.
Abu Bakar nggak tega ngelihat Nabi sedemikian rupanya doa memohon sama Allah. Apa kata sampai disebutkan Nabi itu pakai sorban begini, Pak. Angkat ini sampai jatuh. Sampai sorbannya Nabi itu jatuh dari pundak Nabi. Dari sini juga dalil bahwasanya pakai sorban ini ada sunnahnya, Pak. Jadi ada yang mengatakan ini serbet. Enggak, ini ada sunnahnya ini. Nabi lakukan itu saat perang Badar. Dan Bapak ingat saat sholat istisqa, bahwasanya seorang imam kalau sudah sholat istisqa suruh dipindahin ininya ke sini. Itu berarti Nabi pakai apa, Pak? Pakai sorban. Jadi sorban itu sunnah Nabi. Ya, saya sisipkan saja di sini. Ketika Nabi mad dan yadahi mustaqbilan, ya Rabb, ya Rabb. Tidak tega jika umatnya ini pertama kali lah diusir dari Mekah, baru tinggal di Madinah beberapa saat, mau perang mula, lawannya banyak, akhirnya doa Nabi menghadapi. Abu Bakar nggak tega ngeliat Nabi berjam-jam meminta sama Allah, langsung dipeluk sama Abu Bakar dari belakang. Ya Rasulullah, kafak, cukup ya Rasulullah, cukup. Tuhanmu pasti akan menolongmu. Ya, Tuhanmu pasti akan menolong, akan menunaikan janjimu. Turun firman Allah, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kalian meminta tolong kepada Tuhan kalian, Allah akan mengabulkan dan mengirimkan 1000 malaikat. Mengirimkan 1000 malaikat. Dari sinilah yang dikenal istilah istighosah dari ayat ini, Pak. Istastaghithun, meminta pertolongan. Jadi kalau di Indonesia ada itu Pak ya, acara istighosahan. Itu maksudnya acara minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dan saat itu terdengar suara detuman seperti cambukan yang rupanya itu suara-suara malaikat yang sudah mulai turun sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat yang dikirim, Ustaz? Pertama 1000, kemudian 3000, kemudian 5000 malaikat. Menjadi pertanyaan, disebutkan di sini, Pak. Sebetulnya satu malaikat bela cukup. Jangankan satu malaikat, satu sayapnya malaikat Jibril saja cukup ngabis ke wong itu, Pak. Tapi kenapa sampai harus beribu-ribu ini, Pak? Ingin menunjukkan begitu seriusnya dalam tanda kutip Allah dalam membela nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Saya kira itu dulu, Pak. Suara juga sudah mulai habis ya, intinya samo ya. Dalam apa namanya, kejadian itu ada kurang lebih 70 orang kafir yang meninggal dunia. Adapun dari kalangan umat Islam hanya belasan saja. Termasuk yang meninggal di situ Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ayahnya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Hindun ini nanti yang akan, dia kesal betul kan ketika ngeliat bapaknya meninggal gitu, mati dalam perang. Akhirnya membalas, ingin ngebalas siapa yang bunuh Utbah ini. Hamzah, Pak, sepupunya Nabi Muhammad SAW yang dijuluki singanya Allah, Asadullah. Kata Hindun, pokoknya saya tidak akan rela kecuali saya telah membunuh Hamzah dan memakan jantungnya. Dan itulah kemudian dilakukan pada perang balasan yang disebut dengan perang Uhud. Perang Uhud itu perang balasan dari kekalahan pada perang Badar. Ya. Kemudian Hindun karena dia perempuan, dia mencari orang kuat, dapatlah namanya Wahsy. Wahsy inilah nanti yang membunuh sahabat Hamzah, dan Hindun nanti menggigit jantung Hamzah itu, dan seterusnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.
Iya Pak Ji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi kalau dengar cerita Ustaz luar biasa perjuangan Nabi itu sampai tiap bulan hampir perang. Tapi semangat itu tidak turun sekarang Ustaz. Banyak ulama-ulama hebat, pewaris Nabi, habaib, apa-apa. Kondisi sekarang kira-kira melempem menghadapi kondisi fakta, ya penyimpangan-penyimpangan lah tanda petik dari ajaran-ajaran Rasulullah. Banyak tokoh ulama tapi melempem. Lain dengan cerita Wali Songo dan sebagainya itu. Apa kira-kira Ustaz jalan keluarnya atau pengapa begitu? Terima kasih. Ya. Hari ini Pak Haji mungkin bukan melempem ya. Caranya saja yang berbeda. Hari ini kita itu hidup di era perang tidak lagi pakai pedang, tidak lagi pakai yang sekarang itu dikenal dengan ghazwatul fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran. Sehingga perangnya hari ini adalah dengan tulisan-tulisan. Kalau di kampus-kampus misalnya, ya di kampus-kampus sudah banyak ulama yang mengkanter aliran-aliran sesat. Ya, cuma masyarakat awam ini kan nggak baca buku. Daya baca kita itu bukan lemah Pak. Kuat orang Indonesia baca WA tapi bukan baca buku. Kuat kalau main Instagram itu pasal 5 jam uang kita itu. Cuma kalau baca buku enggak. Jadi para ulama ya, dan ini bukan sebelum ada survei siapa saja ulama, dan itu janji Allah. La yazaluna ya ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq atau kama qala alaihi wasallam. Senantiasa dari umatku ini ada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Selalu ada itu Pak, setiap zaman. Ya. Kalau di Mesir itu kan saya cerita sedikit Pak ya. Pusatnya liberal, pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat liar, menganggap Quran itu bukan firman Allah, menganggap Quran itu produk budaya dan sebagainya. Jadi liberal yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mati suri, namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu kan kiblatnya di Arab, di Mesir, namanya Nasir Abu Zaid, ya, dan Hasan Hanafi, tokoh-tokohnya. Tapi di Mesir nggak ada namanya itu Pak, nggak ada kedudukan, nggak ada suaranya, tidak sebesar di Indonesia. Kenapa? Ada tokoh namanya Profesor Dr. Muhammad Imarah, yang dengan satu orang ini saja bisa mengkanter semua kesesatan mereka Pak. Bukunya yang dikarang sudah hampir 500 kitab untuk mengkanter itu. Jadi tuduhan-tuduhan kepada Islam itu dijawab semua sama beliau dan selesai, gak berkutik musuh-musuh Islam. Dan beliau sekarang sudah meninggal. Dan begitu setiap ya di Indonesia ini alhamdulillah ada yang fokus di bidang ini, namanya misalnya Ustadz Adian Husaini dari tokoh Muhammadiyah, itu fokus. Ya dulu Kiai Idrus Romli dari NU yang fokus ngebantah itu. Ya. Kemudian yang kedua, menangkal kesesatan itu tidak harus lewat jalur melawan, tapi dengan cara memberikan antibiotik kepada umat. Pengajian semacam ini memang tidak ada yang dilawan, tapi kita meninggalkan pegangan-pegangan yang dengan itu orang bisa melawan, ya, punya antibiotik dari pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, dan lain sebagainya. Dan ada yang memang gerakannya di jalur pemerintahan lewat DPR, aspirasinya. Tapi insya Allah Pak Haji, ya, ulama ini nggak tinggal diam, itu tanggung jawab mereka. Cuma memang
jangan distandarkan dengan selera kita. Kita ini pengennya kan yang ngamuk-ngamuk, yang terjingok, mecahin piring itu. Enggak. Ya, insya Allah kami berjuang, ya, dan ulama-ulama kita berjuang. Pengurus-pengurus masjid dengan mengadakan pengajian semacam ini, ya itu salah satu bentuk perjuangan. Bapak sabar subuh-subuh dengerin juga bagian daripada perjuangan. Insya Allah. Di Palembang ini alhamdulillah. Saya kalau di daerah Tangga Buntung dari situ Pak, keras dengan beberapa aliran. Saya sebutkan di situ. Saya bahkan jadikan khutbah Jumat saya. Karena ada semacam aliran yang nyuruh orang nggak usah sholat lagi, Pak. Eling bahasa kita, Pak. Oh, saya katakan sesat. Saya sebutkan di mimbar-mimbar Jumat. Hati-hati jamaah sekalian. Tidak jauh dari tempat-tempat tinggal kita ada aliran yang tidak mengajak orang yang sholat. Saya pastikan itu sesat dan bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, yang catatannya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan teori konsep ahli sunnah, ulama itu batasan maksimal nahi mungkarnya cuma bicara, Pak. Ulama nggak boleh bertindak dalam bentuk aksi. Maksudnya, mohon maaf dengan segala hormat, ngeruduk tempat minum. Itu bukan tugas ulama. Itu tugas pemerintah. Kita menyuarakan itu, mengingatkan umat. Jadi batas maksimal seorang ulama dalam mencegah kemungkaran itu dengan lisan-lisan dan pena-pena mereka. Kalau sudah eksekusi, nutup nutup diskotik, nutup tempat penyebaran kesesatan, itu harus pakai tangan pemerintah. Kenapa Ustadz? Bukan takut, karena akan berdampak bahaya yang lebih besar. Saya kasih contoh dan saya pernah jelaskan itu, Pak. Saya misalnya punya jamaah di situ sekitar 100-an orang, anak-anak muda semua. Kebetulan di tempat itu biasanya ada maksiat kalau ada organ tunggal, Pak. Hiburan nyanyi, kaki jam 4 itu mulai tuh. Yang bawa tuak mulai datang, berkantong-kantong 20-an orang, nah joget ala India, joget macam-macam. Maksiat nggak itu? Maksiat. Gimana cara mencegah kemungkaran itu? Apa saya geruduk misalnya? Misalnya saya geruduk nih ya, geruduk itu datangi, bubarkan. Kebetulan pasukan kita kan 100-an banyak. Terus apa yang terjadi, Pak? Begini, kemungkinan besar terjadi. Preman-preman itu merasa nggak terima. Mulai mereka ngomong sama preman yang lain, pokoknya kalau ada anak majelis ustadz itu lewat sini, habis kebay. Ya kan nggak mungkin saya itu 100 itu kemana-mana 100 itu kan. Sekali-kali mungkin nak ke pasar, ucapnya ini budak kemarin itu yang anak majelis tuh. Dan orang preman itu kalau sudah bertindak nggak ada hitung-hitungan lagi, nggak kayak kita takut ini takut itu, mbek dulu, bebeki dulu, hancurkan dulu, baru. Akhirnya apa, Pak? Menimbulkan madarat yang lebih besar. Merasa terancam anak-anak majelis nanti. Kalau kami lagi ngaji di geruduk gantian. Sehingga kita hanya menyampaikan kepada pihak yang punya otoritas. Pak Camat atau Pak Kapolsek, tolonglah itu ditertibkan, bla 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 bla. Kalau ditertibkan oleh polisi, nggak mungkin mereka nak balas dendam sama polisi itu, karena polisi punya marwah, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi para ulama itu batas. Mohon maaf ya, saya sedikit mengomentari apa yang dilakukan Habib Rizik misalnya di tahun berapa, itu kan mencegah. Beliau melakukan aksi, ya. Beliau tahu batasannya, Pak, sehingga tidak pernah sedikit senjata pun diangkat kan. Beliau hanya menyampaikan, dan itu batas maksimal kita. Segitulah maksimalnya. Andai kan mohon maaf dengan segala hormat, tapi saya yakin tidak akan terjadi. Waktu itu Habib Rizik nyuruh kita ngangkat senjata, saya orang yang termasuk orang yang tidak akan menaati, bahkan akan mengatakan beliau sesat. Gak boleh kita perang sama tentara sendiri, polisi sendiri. Wong kita semua muslim semua itu.
Ya. Tapi karena beliau orang ngerti, orang paham. Lihat berapa juta yang kumpul ya tapi jangankan menyakiti orang, rumput saja katanya nggak diinjak. Karena beliau tahu itu batasan kita itu hanya menyampaikan. Pulang dari situ nggak ditaati oleh pemerintah, nggak diikut, sudah gugur kewajibannya. Nanti di hadapan Allah sudah punya jawaban. Saya sudah mengingatkan ya Allah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Waktu itu saya sampaikan ya kepada jamaah yang ngaji sama saya di Lampung. Waktu itu saya masih di Lampung. Pak Ustadz, saya boleh nggak ke Jakarta? Ada yang mau ikut ke Jakarta? Laju. Tapi batasannya ingat, kalau sampai ada arahan ngangkat senjata, balik, tidak boleh ikuti. Tentara itu orang ya bagian dari kita, Pak. Jangan sampai kita perang di antara kita, nanti orang nyusup akhirnya memperkeruh masalah. Ya, ini sebetulnya masalah politik Islam ya. Begitu siasatnya. Jadi nggak boleh kita sampai yang mengangkat senjata dan sebagainya. Aspirasikan saja, apalagi di negeri demokrasi ini. Sampaikan saja, boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak, masih ada? Cukup? Ya Pak Haji, silakan. Ini Pak Ustadz, cuma untuk menambah tegaskan tadi dari jawaban Ustadz. Kalau kita bandingkan antara perjuangan Nabi yang tadi disampaikan dan pada saat ini, kalau Nabi kan perang. Nah tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh melakukan suatu kekerasan. Itu bertentangan dengan ajaran yang kita dapat. Nah apa bedanya ini dalam hal ini? Situasi yang tadi dilakukan oleh Nabi dengan yang sekarang. Misalnya bila terjadi ini saja. Bila saja. Jadi bukan memprovokasi, tapi hanya seandainya ada people power misalnya, itu kan akan terjadi langsung, kontak langsung kalau itu terjadi. Nah bagaimana dari kita, dari agama kita membimbing untuk melakukan apa di situ, Ustadz? Terima kasih. Bisa contohkan kondisinya Pak, seperti apa misal? Kalau kita katakan bahwa situasinya misalnya sudah keadaannya sudah chaos dan ini dianjurkan oleh ulama misalnya. Kita harus perang, kita harus jihad. Lawannya siapa? Lawannya siapa? Ya siapa lagi kalau kita bukan pemerintah. Kalau orang lain, orang luar kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menafikan. Tapi ini kan orang kita sendiri. Nah ini bagaimana? Ini dalam menyikapinya. Terima kasih Ustaz. Pertama kalau saya Pak ya, kalau ngikut, dan ini pandangan pribadi boleh diikut. Tidak ada itu perang lawan pemerintah, itu nggak ada. Perang sampai pakai senjata ngelawan, itu madorotnya besarnya luar biasa. Itulah yang terjadi di Timur Tengah. Jadi gimana Ustaz? Misalnya, jadi jangan sampai umat atau masyarakat diadu domba dengan pemerintah. Tapi pemerintahnya misalnya Pak Ustaz yang zalimnya luar biasa ya, dan sebagainya. Ya itu zalim dan kita tidak ridho dengan kezalimannya. Kita perjuangkan melalui jalur-jalur konstitusi
Termasuk demo itu konstitusional Pak di negeri ini, silakan demo. Tapi kalau sampai ngangkat senjata nak bunuh siapa? Nak bunuh orang muslim. Jadi enggak ya Pak, itu madaratnya lebih besar dari maslahatnya. Dan itu sudah terjadi di Libya sampai hari ini enggak selesai-selesai. Di Syria enggak selesai-selesai. Hanya satu kondisi kita boleh lawan pemerintah Pak. Pemimpinnya menyatakan kafir bawah, saya kafir misalnya. Saat itu umat Islam boleh keluar dari ketaatannya kepada dia. Tapi selama tidak ada ucapan, kalau ada duga-dugaan nggak boleh. Hanya itu diizinkan dalam Islam, kita boleh melawan pemerintah. Melawan dalam artian pakai senjata Pak ya. Kalau ngelawan pendapat, aspirasi dari sekarang juga boleh. Misalnya nanti naudzubillah ada wali kota meresmikan tempat diskotik buat warganya misalnya. Itu maksiat. Kita datangi, kita sampaikan, tapi tidak sampai ngajak perang. Ngajak perang. Saya perlu jelaskan mungkin sedikit. Dalam hidup itu Pak, kadang-kadang pilihannya antara baik dan buruk. Kalau pilihannya baik dan buruk, saya kira semua orang jelas akan memilih yang baik. Tapi kalau pilihannya antara buruk dan buruk, membiarkan kezaliman dalam pemerintah buruk, ngajak perang pemerintah buruk. Nah, ini pilihannya bukan antara maslahat sama madarat. Ini antara buruk sama buruk. Apa kaidahnya Ustaz? Hitunglah dengan matang mana yang madaratnya lebih besar ditinggalkan, madarat yang kecil dilakukan. Contoh, orang dalam kondisi kelaparan, dia diam saja nggak ngapa-ngapain mati, buruk. Atau dia boleh nggak motong tangannya untuk dimakan? Demi melanjutkan kehidupan dia motong. Kita lihat, motong tangan buruk, membiarkan diri nggak makan sampai mati buruk. Mana yang lebih ringan Pak? Potong tangan. Dalam mazhab Syafi'i saat itu dibolehkan dia motong tangannya untuk dimakan. Nah sekarang kita hitung-hitung, lebih buruk melawan pemerintah. Perang nih misalnya Pak, umat Islam. Ya yang dilawan juga umat Islam sebetulnya. Senjata kita apa Pak? Dari mana senjatanya? Punya bom? Gak punya. Punya tank? Gak punya. Punya jet? Gak punya. Mereka tinggal, misalnya perang nian ini, lemparkan bom, 1000 orang mati. Chaos betul, habis. Oh enggak Pak Ustadz, kita nanti dibantu Amerika. Nah, mulai Amerika datang nawarkan senjata nih untuk lawan pemerintah kalian, ambillah, belilah. Itulah yang terjadi di Timur Tengah Pak. Atas nama Islam merangi pemerintah. Akhirnya apa? Gaddafi mati di comberan. Sekarang Libya udah nggak punya apa-apa. Padahal dulu negara paling makmur. Syria demo. Pertama damai demonya. Tahu-tahu melawan, berubah menjadi melampaui batasannya, perang. Ya sudah, kalau kata pemerintah nak perang, perang nian, tembaki mati semua orang itu. Begitu instruksi presidennya, tembaki semua mati. Kita nak lawan pakai apa? Senjata dari mana? Di dunia ini yang mencetak senjata cuma Rusia sama Amerika dan Cina. Ujung-ujungnya minta orang kafir bantu kita untuk membunuh orang Muslim. Dan itu yang terjadi. Hari ini yang perang di Syria itu Muslim sama Muslim, Rusia masuk ngenjuk senjata, ya Amerika masuk ngenjuk senjata, nggak gratis itu Pak. Kalau selesai nanti perang, dia akan minta jatah. Mana jatah saya dari kalian? Habis kita. Dan itu yang terjadi di Irak, yang terjadi di Iran. Ya, jadi hati-hati betul memang. Dan ini memang tidak nyaman ucapan ini. Kenapa? Karena ada rasa kezaliman yang kita nggak perluas.
Tapi yakinlah, menahan sabar dari zalim itu lebih maslahat daripada kita ngelawan dengan perang. Dan Timur Tengah menjadi saksi terbaik atas konsep ini. Ada konsep kedua, nak perang ini perang. Gitu Pak ya, wallahu alam. Batasannya tadi yang Ustadz katakan bahwa itu kitanya itu ada senjata. Sekarang senjata tidak ada memang. Kita harus melawan. Melawan itu ya dengan cara apapun. Apakah dengan tangan, apakah dengan demo mendorong-dorong. Itu kan perang juga. Walaupun bukan dengan sama senjata, bukan. Kita menginginkan itu korbannya ada juga. Apakah itu batasannya hanya senjata atau tidak? Sekarang maslahat nggak Pak? Misalnya saya ulama nih, orang-orang demo itu nanya sama saya, boleh nggak saya dorong-dorong polisi, saya lempari batu, saya pakai pedang aja atau pakai golok aja, saya nggak punya senjata lah. Saya katakan jangan, nggak usah. Kita lawan dengan argumentasi, kita lawan dengan melalui pengadilan, kita lawan itu saja. Kalau sampai sekarang kalau mati 10 orang, siapa yang tanggung jawab Pak? Yang paling gak enak itu memang ustadz. Ketika dia menfatwakan, dia akan menanggung jawab 10 dosa itu. Pahala belum tentu dapat, dosa sudah pasti dapat. Nah sekarang kalau kayak kemarin 2 juta yang katanya yang kumpul di 212, tahu-tahu Habib Rizik mengatakan kita lawan, serbu untuk istana. Kemudian Pak Jokowinya misalnya Pak ya, arogan, sudahlah Pak, habis Pak itu Bang. Kita masih ada 180 juta orang, habis ke Pak. Lah kalau 2 juta orang mati, terus untungnya apa? Goalsnya itu apa? Yang mau didapat tuh apa dari cara itu? Kan nggak ada. Jadi perlawanan yang begitu-begitu bukan dari syariat Islam ya. Dan jangan disamakan dengan Nabi. Kalau Nabi itu antara 2 negara, satu negara kafir, kita negara muslim. Perang wajar. Kalau ada penjajah datang ke sini, jelas kita akan mengatakan wallahi wajib atas setiap muslim lawan penjajah itu. Tapi kalau ngelawan tentara, kita tentara ini punya misan, menantu, tahu-tahu dulur dewe, nyambung-nyambung mamang kita dewe dan muslim ya. Ya saya kira cukup ya dari jadi kalau mau beragama harus pakai ilmu. Kalau pakai nafsu, saya pun nafsunya pengennya marang, nempelengin orang-orang yang korupsi itu Pak ya, semua itu pengennya kita jejekin semua, tapi nggak begitu caranya ya. Kita lawan dengan dalil, argumentasi dan lain sebagainya. Dan begini Pak, ini terakhir Pak ya, mohon maaf sebetulnya jangan direkam yang ini, tapi sudah terlanjur. Begini, kita umat Islam ini kan belum sadar kalau lah buktinya kalah terus kok. Ya mohon maaf, di Jakarta kemarin ngapa sih sampai harus demo-demo tuh Pak ya.
Islam sadar Pak ya, pengetahuan tentang agamanya seperti kita misalnya, dan kecintaan kepada Islamnya seperti kita, itu nggak perlu lah Habib Rizik sampai capek-capek ngumpulin orang. Cukup ngomong. Kelihatannya Pak rame 2 juta itu Pak. Dibandingkan kafe, lebih rame-rame kafe. Dan lain sebagainya. Terus gimana Ustadz? Ya sabar. Kita ingatkan umat, kita cerdaskan mereka, kita sadarkan mereka. Nanti dengan sendirinya. Ini kalau umat hari ini sudah sadar, mau partainya apa bodoh lah sana, nggak ada urusan. Cukup instruksi baik dari ulama itu. Pilih fulan, sudah. Cuma nggak bakal didengar itu Pak, yang dengar cuma berapa. Ini menunjukkan kondisi umat kita hari itu tidak baik-baik saja. Ya, ini ya tugas kita yang harus menyadarkan mereka. Ya, wallahu taala a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.